النهاردة هنعمل من ربع كيلو لحمة مفرومة أكلة تكفي من الحبايب 100. هنعمل النهاردة من ربع كيلو لحمة مفرومة وجبة تكفي 6 أفراد إن شاء الله بإذن الله. ازيكم حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هحتاج كيلو كوسة أنا عملتها بس قشرتها، وهحتاج بصلاية كبيرة، وقرن فلفل رومي، قرن فلفل حامي، وتمن طماطمات كده هنعصرهم. طبعا قطعنا بقى الكوسة بالشكل ده بعد ما قشرناها. والطماطم هضربها في الخلاط. تعالوا بقى نجيب صينيه او حله عادي، نحط فيها شويه زيت مش كتير، وانزل بقى بالبصلايه مفرومه ناعم او متخرطه او مبشوره عادي، ونحيقها كده بشويه ملح، وانا عايزاها بس تدبل مش عايزاها تحمر. وهنحط توم على كزبره، وممكن كمان تحطي مكعب مرقه. بس بعد كده بعد ما دبل معايا بقى التوم والكزبره، نزلت بالفلفل بتاعي متقطع كده، يعني متقطع صغنن برضو. وبعد ما كل حاجة دبلت معايا، نزلت بقى بربع كيلو لحمة، وهنفضل بقى نقلب في اللحمة لغاية ما لونها بس يتغير. وهنزل بقى بفلفل اسمر، وهنزل ببهارات لحمة وشوية كمون، يعني ربع معلقة صغيرة بس كده. وهنقلبها لغاية ما لونها بقى تتعصب كويس معانا. ما ننزلش الملح على اللحمة يا بنات وهي لسه ما غيرتش لونها، علشان لو نزلتي الملح قبل ما تغير لونها بتلاقيها كتلت معاكي كده ومتبقيش عارفه هي كتلت ليه. بعد ما اللحمه بتاعتي اتعصجت ولونها كله اتغير وحسيت ان هي اتعصجت تماما، نزلت بقى بشفشق طماطم معصور، حوالي 8 طماطمات معصورين، ونزلت بمعلقه صغيره سكر. وهنا بقى هنعمل شويه رز بشعريه، طبعا انتوا عارفين بيتعمل ازاي، واللي عايز برضو الطريقه يقولي. بس انا هنا سبت الطماطم بتاعتي بعد ما حطيتها وحطيت لها كل حاجه وحيقتها وكل حاجه. سبتها تغلي غلوتين اتنين بس، انا مش عايزاها تتسبك، يعني هما غلوتين اتنين وتنزلي بالكوسه، وتسيبيهم بقى مع بعض ياخدوا ويدوا كده مع بعض. بس هنا كده لو حسيتي ان هي القوام بتاعها تقل معاكي ولسه هي ما استوتش، زوديها بس شويه ميه بس كده وخلاص. وهنغرف بقى. بصوا انا عملت الرز بشعريه، يعني الرز حبايه من بعد حبايه. بصوا قوامها يعني تحفه يا بنات، بجد اكله جميله جدا جدا. وعايزه اقول لكم يعني لو ولادكم ما بياكلوش الخضار هياكلوها في الوجبه دي ان شاء الله باذن الله. عايزه اقول لكم طعم الكوسه مع اللحمه المفرومه ومع التعصيجه مع كل الاكله حلوه جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك، وتشيروا الفيديو باصحابكم وحبايبكم.